ازاي اغير معتقداتي فتتغير حياتي او يتغير الواقع بتاعي. اول خطوة عشان تغير معتقداتك هي ان انت تكون عارف ايه هي معتقداتك، تكتشفها او تكون على وعي بيها. هل ينفع ان انت تغير حاجة انت اصلا ما تعرفهاش؟ استحالة. فانت دلوقتي محتاج ان انت تكتشف ايه هي معتقداتك وتكون على وعي بيها. ليه؟ لان وعيك بالمعتقد بيفقده طاقته فبيضعفه. فكده تبقى انت في اول خطوة لتحريرك من المعتقد ده. على العكس، لو انت مش واعي بالمعتقد، المعتقد ده بيتغذى على طاقتك وهو اللي بيمتص الطاقة بتاعتك وبيخليك دايما في تردد سلبي. تمام؟ فاول خطوة ان انت تكتشفه. طب ازاي بقى اكتشفه؟ شوف مشكلة بتتكرر بشكل مستمر في حياتك، خسارة مالية، تصرفات معينة من شخص معين، احساس ان الاشخاص اللي حواليك كلهم مضطهدينك او محدش بيحبك. ايا كانت المشكلة اللي بتتكرر معاك في مواقف في مواقف متكررة او مع اشخاص مختلفة بيعيدوا نفس التصرف. هات ورقة